عبلة كامل او هبة سليم، حلقة مخابراتية 100%. علشان تعرف اصل الحكاية تابع معايا. في سنة 1978 قررت مصر إنتاج فيلم عظيم بيتكلم عن ملحمة مخابراتية كبيرة عن الجاسوسة المصرية الخاينة هبة سليم. استلم الملف الكاتب الكبير صالح مرسي اللي كتب السيناريو والحوار للفيلم دون، وشاركه في الكتابة ماهر عبد الحميد وهو أحد رجال المخابرات العامة المصرية وصاحب أول قصة جاسوسية بتنشر في كتاب بعنوان قصتي مع الجاسوس. وأسند الإخراج في التوقيت دون للمخرج الكبير كمال الشيخ علشان يحكوا لنا قصة من أصعب القصص اللي لازم كل واحد او واحده فاكر ان سقف طموحه ممكن يتخطى حاجز اعمل اي حاجه المهم اوصل، لكن للاسف مش كل حاجه طبعا اتحكت. هبه سليم المولوده سنه 1948 عاشت حياه مرفهه بمعنى الكلمه. ابوها كان مدرس كبير في التربيه والتعليم ووصل لدرجه وكيل وزاره، وكان شغال ساعتها في احد الدول العربيه تقريبا ليبيا، وما كانش بيرفض لها اي طلب، وما كانش في حاجه شاغله بال هبه سليم في التوقيت ده غير الموضه والبرفيوم والحياه المتخلفه طبعا من وجهه نظرها اللي هي عايشاها في مصر، وان مكانها الصح هو اوروبا حيث التحرر والتمدن. دخلت كليه اداب قسم اللغه الفرنسيه، وكانت فعلا في منتهى الذكاء والنبوغ اللافت للانتباه. كان في ساعتها في التوقيت دون دكتور فرنسي الجنسيه وانتبه لنبوغها العلمي بالاضافه طبعا لجمالها، وده اللي خلاه يوعدها ان هي هتسافر تكمل تعليمها في جامعه السوربون علشان تاخد الدكتوراه. وبالرغم من حصولها على ترتيب تاني في الوقت اللي ما كانش فيه حد بيحصل على المنحه غير الاول فقط، الا ان الدكتور الفرنسي فعلا تدخل وقدر ان يسفرها في البعثه، وواضح انه شاور عليها هناك لمن يهمه الامر. سافرت هبه سليم لفرنسا سنه 1968 وانبهرت بالبلد اللي تعتبر ساعتها عاصمه الجمال والنور والموضه والتحرر في الوقت اللي كانت فيه مصر والدول العربيه بتغلي من نكسه 67. جمعتها مدرجات السوربون مع بنت بولنديه يهوديه اللي عجبها تحرر هبه الكبير الفكري طبعا وكرهها الاكبر لمصر، وان هي شايفه مصر في التوقيت دون بلد رجعيه وتخلف. فبدات البنت تستغل النقطه دي وبدات تكلم هبه سليم عن اسرائيل وعن مدى تحضرها وتمدنها، وان قد ايه العرب ظالمينها، وان هي محطوطه في مكان مش المفروض تتحط فيه، وان اسرائيل بتشبه اوروبا في العدل والتحرر والتمدن لابعد الحدود. في الوقت ده كانت فرنسا مليانه بضباط الموساد الاسرائيلي اللي كانوا في التوقيت دون بيحاولوا يجندوا اكبر كميه ممكنه من الشباب العربي اللي موجودين في فرنسا لخدمه مصالحهم. عرفت البنت البولنديه هبه على ضابط موساد اسرائيلي وقالت لها في البدايه ان هو صحفي كبير وهيعلمها اللغه الفرنسيه بطلاقه علشان ده هيسهل لها طبعا الشغل في فرنسا والاقامه الدايمه، وكمان هيشغلها في الصحافه. اتعرفت هبه عليه والراجل بصراحه ما قصرش، اوهمها ان هو ليه علاقات كبيره ونفوذ في كل مكان في فرنسا وفي اوروبا كلها، وان كل مستقبلها وطموحها واحلامها مش هتتحقق غير معاه. لما حكيت له عن حياتها عرف قد ايه هي فائقه الذكاء، وان الجهاز الموساد طبعا هيستفيد منها استفاده كبيره جدا. كانت النيه في البدايه ان هم عايزين يستغلوها عشان تعمل غسيل مخ للشباب العربي الموجود في فرنسا في التوقيت دوت. طبعا هتستغل ذكائها وجمالها في تجنيد اكبر قدر ممكن من الشباب وتحرضهم على الدول بتاعتهم وينضموا للموساد اذا لزم الامر. لكن حصلت مفاجاه كبيره خلت كل الخطط دي تتغير. ضابط الموساد الاسرائيلي كان بيطلب منها طلبات على اساس ان هي صحفيه بان هي تكتب مقالات عن رايها في الشعوب العربيه، وكان بيكافئها مكافئات ما تخطرش ببال حد. والعجيب ان هي ما كانتش بتسال عن سبب السخاء في المكافئات الكبيره اللي بتاخدها دي، لحد لما في يوم لقاها مكشره. سالها عن السبب، قالت له في واحد لازق في مصر هيموت عليا وفاكر نفسه خطيبي، وكلمني النهارده الصبح في التليفون قبل ما انزل من مصر وبوظ لي مزاجي خالص. بدا الضابط يهتم بالموضوع من غير ما يحسسها، وكانت الطمه الكبرى لما بدات تحكي له عنه وانه ضابط مهندس في حته خطيره جدا في القوات المسلحه المصريه. وهنا اتقلبت الخطه 180 درجه. الضابط رفع تقرير في منتهى السرعه للموساد الاسرائيلي اللي بدورهم ارسلوا لها 2 من ضباط الموساد الاسرائيلي اللي عرضوا عليها وبصوره مباشره لثقتهم في ذكائها وحبها الشره للمال والشهره، وطبعا كرهها الكبير لمصر، الموافقه على طلبهم بالتعاون مع الموساد الاسرائيلي. وقالوا لها بالحرف الواحد انت هتشتغلي مع بلد ما بتعرفش معنى الهزيمه، وانك هبه هيكون لك شأن عظيم في العالم كله مش في اوروبا بس. طبعا هم كانوا واثقين من النتيجه وهي ما خيبتش ظنهم، وافقت ومن غير تفكير. وقالوا لها عشان تبقى عارفه الهدف بتاعك ايه، هدفك هو خطيبك. في اول اجازه ليها في مصر كانت مهمتها الاساسيه هي تجنيد فاروق الفيل اللي كان هيموت عليها طول عمره. ومن اول ما نزلت من الطياره وسبكت عليه الدور صح، وطبعا وافقت على الخطوبه بمنتهى السرعه اللي كان بيلح بيها عليه
عليها كل شويه، وطبعا بدات تعمل نفسها بتغير عليه وبتهتم بيه ومش بتشبع من وجوده، لكن في نفس الوقت بتتباهى قدامه بمستواها الثقافي والفكري والعلمي، وان هي بالرغم من حبها ليه الا ان هي قلقانه من ان مستواها الفكري والثقافي ياثر على علاقتهم، وخايفه ان حبها ليه يضر من مستقبلها. بالبلدي كده كانت بتستفزه، وطبعا كان بيحاول ان هو يرد على كل الاستفزاز دون بانه يحسسها باهميته الكبيره في القوات المسلحه وبموقعه الحساس الاستراتيجي المرموق، وبدا يكلمها عن شغله وعن اهميه منصبه وانه بيشارك في عمل حائط الصواريخ عشان يكون حائط صد لاي هجوم اسرائيلي او اي طيارات استطلاع اسرائيليه في التوقيت ده، وانه هيكون ليه دور عظيم لو قامت الحرب. فكانت بتعمل نفسها مش فاهمه، وكانت تقعد تقول له هو انت عايز تعمل نفسك مهم باي طريقه؟ كان فاروق حاسس قدام ثقافه هبه وتمدنها وتحررها ومستوى ذكائها الخارق بنقص شديد قدامها، فعوض ده بان هو بدا يتباهى قدامها بموقعه المرموق وفي ادق الاسرار العسكريه اللي ممكن تخطر على بال حد او لا تخطر على بال حد، وهبه من ناحيتها تتريق عليه فيقوم مبعبع اكتر واكتر لغايه لما حصلت مفاجاه كبيره هبه نفسها ما توقعتهاش. قال لها عايزه تيجي معايا البيت، واتكلم معاها اول ما دخلوا البيت في ادق الاسرار العسكريه اللي ممكن تخطر على بال حد، وراح جايب لها شنطه صغيره وفتحها لها وطلع لها منها خرائط عسكريه في منتهى الخطوره، وبدا يشرح لها بالتفصيل اماكن المواقع الجديده لحوائط الصواريخ علشان تعرف وتامن بمدى الدور الخطير اللي بيلعبه في القوات المسلحه، وده اللي للاسف اللي بيسموه في علم النفس الاستفزاز العاطفي، ازاي تخلي اللي قدامك يخرج اللي عنده. هبه ما كانتش مصدقه عينيها على اللي بتشوفه ولا مكدبه ودانها على اللي بتسمعه، استغلت وجودها في الليله دي معاه في الشقه واغرته بكل ما تحتوي من قوه بجمالها وانوثتها اللي هي كانت متاكده من مدى تاثيرها عليه، وبدات تعرض عليه الكذبه الكبيره، منظمه تهدف الى السلام العالمي وبتكره الحروب والاسطوانه المشروخه اياها، ولازم انا وانت يا فاروق يكون لنا دور فيها علشان نامن مستقبلنا ومستقبل ولادنا. طبعا هو ما كانش بالغباء اللي يخليه يميز هي عايزه منه ايه بالظبط، انما وسائل الاغراء والسيطره العاطفيه والفكريه والعقليه اللي هي مارستها عليه بجانب ضعف شخصيته قدامها، سلم وباع القضيه وخرب المعلومات، وكل معلومه تاخدها منه تبعتها على طول لباريس، ومره واحده الموساد لقوا نفسهم قدام كنز لا يقدر بثمن، وارسلوا المعلومات اللي كانت بتجيلهم من هبه وكانوا عارفين مدى خطورتها الى تل ابيب، اللي بسرعه اتاكدوا من صحه المعلومات دي ومدى خطورتها، فطلب الموساد من رجالته اللي في فرنسا ان يولوا اهتمامهم بهبه على اعتبارها عميله فوق العاده، وللاسف بدات عمليات ضرب حوائط الصواريخ المصريه السريه، ومئات من الشهداء يقعوا يوم ورا الثاني. كان جهاز المخابرات المصري في التوقيت دون بيدور على حل للغز الكبير اللي بيحصل، واللي كان بيتمثل في تدمير حوائط الصواريخ الجديده اول باول بواسطه الطيران الاسرائيلي وحتى قبل الاسمنت بتاعها ما ينشف، وكانت المعلومات كلها بتشير الى وجود عميل عسكري بيقوم بتسريب معلومات سريه جدا لاسرائيل. في الوقت ده كانت مكانه هبه بتزيد فيه يوم عن التاني في اسرائيل، وعلشان مكانتها الكبيره ومجهودها العظيم مع اسرائيل طلبت جولدا مائير نفسها وقابلت هبه في تل ابيب، وسافرت هبه بجواز سفر اسرائيلي طبعا لتل ابيب، للدرجه اللي خلتهم يطلعوا لها طيارتين يمشوا جنب الطياره اللي هبه راكباها علشان يكونوا في شرف استقبال العميله المميزه المدلله لديهم زي اللي بيعملوه للرؤساء اللي بيزوروه. وفعلا قابلت هبه جولدا مائير رئيسه الوزراء وموشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي وكبار قاده الاركان، وجولدا مائير قالت لهم بالنص في اليوم دون هبه سليم عملت لاسرائيل اللي ما فيش حد من اسرائيل عمله لها. بدات المخابرات المصريه في التوقيت دون تكثف جهودها وفرضت رقابه صارمه على جميع المكاتبات والخطابات وخصوصا اللي بتسافر بره مصر، وبداوا يعملوا تحقيقات سريه بين الصفوف المصريه خصوصا بين الضباط المهندسين اللي موجودين في الاماكن الحساسه في القوات المسلحه. وطبعا ما حدش كان يتخيل ان فاروق بكل مكانته وموقعه المرموق يكون هو السبب في كل اللي بيحصل. لفت انتباه شخص من الاشخاص اللي كانت بتراقب الجوابات، عباره كانت مكتوبه في جواب من الجوابات اللي هو كان بيراقبها ان الشخص المرسل دون كان كاتب ان تم تركيب الاريال بتاع الراديو فوق السطوح، وفي الوقت دون كانت الراديوهات بتشتغل بالاريال الداخلي، فاكيد الاريال دون كان يخص جهاز لاسلكي للارسال والاستقبال. وانقلبت الدنيا في جهاز المخابرات الحربيه والمخابرات العامه، وطبعا عند ضباط البوليس الحربي، وتشكلت عده لجان من امهر رجال المخابرات المصريه، ومع كل لجنه وكيل نيابه عشان يصدر الامر القانوني لفتح اي شقه وتفتيشها. وبداوا يدوروا على القرايل اللي متركبه فوق السطوح اللي تخص الراديوهات، وخصوصا ان في التوقيت دون كانت فعلا حاجه نادره، وكانت الاعصاب مشدوده حتى اعلى المستويات في انتظار النتيجه، لغايه لما اللجان اللي اتشكلت دي عثرت على الاريال في عماره من العمارات، واتصل الضباط في الحال بمدير المخابرات الحربيه وابلغوه باسم صاحب الشقه، اللي بلغ ساعتها وزير الدفاع باللي حصل، وبدوره بلغ الرئيس السادات كل اللي تم اكتشافه، عشان الشقه طبعا طلعت تخص المقدم فاروق، وكان ساعتها شغال مدير لاحد مكاتب القيادات الهامه في الجيش،
وكان بحكم موقعه مطلع على ادق الاسرار العسكريه، فضلا عن الدور الكبير اللي كان بيقوم بيه برضه في منظمه سيناء. وفي التوقيت دون فاروق كان مسافر في مهمه عسكريه سريه بره مصر، وطبعا ما يعرفش بكل اللي بيحصل. ولما اجتمع مدير المخابرات مع القائد اللي بيرقص فاروق، رفض القائد اصلا فكره ان حد من مكتبه يكون خاين، وبالاخص فاروق، لانه بيشتغل معاه من 9 سنين وكان من اكفأ واخلص الرجاله اللي شغالين معاه، بل وقرر انه هيستقيل من منصبه لو فعلا تبين ان فاروق طلع جاسوس اسرائيل. عملوا كمين واستنوا فاروق لغايه لما وصل بالسلامه، واول ما دخل الخاين للمكتب كان مدير المخابرات الحربيه ومجموعه كبيره من الضباط مستنيينه وبيبصوا له بصات مرعبه هو فهمها اول ما دخل. ومجرد ما فتح الباب وشاف النظرات في عينيهم قال لهم جمله واحده بس: انتوا عرفتوا؟ واول ما قبضوا عليه واعتقلوه استقال القائد بتاعه على الفور. كان حزين جدا على خيانه فاروق اللي كان من اخلص الرجاله بتوعه، لكن في التوقيت ده رئيس السادات رفض الاستقاله بتاعته وامر ان هو يرجع تاني لشغله. في التحقيق اعترف الضابط الخاين تفصيليا باللي حصل معاه، وان خطيبته جندته بعد ما قضى معاها ليله حمراء. رسمت المخابرات المصريه خطه علشان يجيبوا بيها هبه لمصر، وان هي ما تهربش لاسرائيل لو عرفت ان خطيبها اتمسك. وكانت الخطه بتتضمن ان يسافر ضابط مخابرات مصر الليبي علشان يقابل ولادها ويقنعه ان بنته هبه اللي بتدرس في باريس تورطت في عمليه خطف طائره مع منظمه فلسطينيه، وان الشرطه الفرنسيه على وشك ان هي تقبض عليها، واللي يهم في التوقيت ده ضروره هروبها من فرنسا في اسرع وقت ممكن علشان ما تتورطش في القضيه دي، وطبعا علشان ما يتمش الزج باسم مصر في العمليه الارهابيه الخطيره دي. طلب من ابو هبه بان يساعدهم في ان هو يرسل لها رساله يطلب منها الحضور الى ليبيا فورا، وطلبوا من ابو هبه ان هو يقول لها ان هي تيجي في اسرع وقت ممكن عشان تشوفه، علشان هو مصاب بذبحه صدريه. ارسل ابو هبه برقيه عاجله لبنته بخط ايده وجار رد في اسرع مما يتخيل. بعتت له قالت له سيب ليبيا على الفور وهبعت لك طياره هتجيبك على باريس علشان تتلقى احسن عنايه ممكنه، وحجزت له في اكبر مستشفى في باريس، وان في عربيه اسعاف مجهزه هتنتظره في المطار بمجرد نزوله، وان كل الترتيبات عشان تحافظ على صحته خلاص هي اتعملت. في التوقيت دون كانت مصر بدات تنسق مع المخابرات الليبيه علشان يتم القبض على هبه بالطريقه والصوره الممكنه، فتم الاتفاق معاهم على ان يقوم بواحد من المخابرات المصريه بدور ابو هبه ويقعد في مستشفى من المستشفيات الليبيه اللي ابو هبه ذكرها ان هو قاعد فيها في ليبيا في التوقيت دون، لان فعلا اللي توقعته المخابرات المصريه حصل. الموساد الاسرائيلي شك في الامر وخاف لا يكون ده كمين من المخابرات المصريه، فارسل ناس من عنده 2 بمعنى اصح للمستشفى علشان يتاكدوا من وجود ابو هبه ويتاكدوا من حالته الصحيه. وفعلا بمجرد ما طلعوا المستشفى وبداوا يسالوا عن ابو هبه لقوه فعلا موجود، لدرجه ان هم بصوا عليه وكان نايم ومد ظهره للباب، وده من سجلات المخابرات المصريه. واتقال لهم بالحرف الواحد ان صحته لا تسمح انه يخرج من باب غرفه العنايه المركزه، لان لو خرج من غرفه العنايه المركزه حالته هتتدهور وهيموت، لان هو مش قادر يقف من على السرير. وكل ما يروحوا يزوروه لمده 3 ايام يلاقوه على نفس الحاله ونفس الوضع، والاجهزه والانابيب كلها متعلقه له. وده كله كان بالاتفاق ما بين المخابرات المصريه والمخابرات الليبيه، لحد لما فعلا هبه اقتنعت بكلام الموساد الاسرائيلي ان مفيش اي حاجه فيها خطوره، وان فعلا والدك احنا شفناه بعينينا نايم على السرير، وان المحاليل متعلقه له وما تخافيش عليه، روحي وما طلعش كمين. وفعلا هبه اخذت بعضها وركبت الطياره وطلعت على ليبيا، اللي في التوقيت ده كانت مصر مجهزه الطياره المصريه اللي هتقلع على الاراضي المصريه بمجرد وصول هبه لارض المطار الليبي، للدرجه اللي خلت السلطات الليبيه تخلي الطياره المصريه في مكان خافت الضوء تماما، وكانوا اللي موجودين في المطار اليوم مش شايفين الطياره من كتر المكان الضلمه اللي الطياره دي كانت واقفه فيه. وبمجرد نزول هبه من الطياره اللي كانت جايه ساعتها من ايطاليا للتمويه، لان طبعا الموساد الاسرائيلي طلبوا من هبه ان هي تسافر الاول على ايطاليا عشان يبقى في مراقبه اكبر، وان هي تركب طياره من ايطاليا لليبيا علشان تساعدهم في انهم يراقبوها اطول فتره ممكنه. ولما اتاكدوا ان مفيش حاجه خالص وسمحوا لها بركوب الطياره الايطاليه لليبيا، كانت فعلا المخابرات المصريه في انتظارها. وبمجرد ما نزلت الاراضي الليبيه لقت شخص هي بتثق فيه جدا، كان صديق شخصي لوالدها، وطبعا برضو كانت المخابرات المصريه متفقه معاه، وقال لها احنا هندخلك صاله كبار الزوار عشان نخلص الاجراءات في اسرع وقت ممكن عشان تقدري تتحركي وتروحي للمستشفى. وبمجرد ما دخلت صاله كبار الزوار اتقطع النور عن المطار، وفي ثانيه واحده كانت هبه في الطياره المصريه. وبمجرد ما ركبت الطياره المصريه خلاص هي كده بقت في ايد مصر. وطبعا بعد ما ركبت الطياره اكيد طبعا اتقال لها الجمله المشهوره زي اللي جت في الفيلم: هي دي مصر يا عبد. خد بالك عمليات غسيل المخ لسه شغاله، وفي السوشيال ميديا دلوقتي ممكن ومن غير ما تحس تلاقي نفسك متورط في مصيبه تدمر بيها بلدك ومستقبلك. كان زمان
الغنى الفاحش والثراء المريب بيجي من تجاره المخدرات وتجاره السلاح. للاسف دلوقتي في عصر السوشيال ميديا واليوتيوب الثراء السريع بقى حاجه تانية خالص. في ناس بقت بتتاجر في الاعراض وبتدخل الناس بيوتها وحياتها، المهم الثراء السريع. عدونا بقى بيلعب على نغمه الثراء السريع للشباب والقفز والوعود البراقه، ويستغلك ويستغل امكانياتك بس في توجيهها لحاجه واحده بس، الضياع وصنع اللاشيء، ويوعدك بانك هتصعد وتصعد، بس للاسف هتصعد للنهايه. بس اكيد انت عارف ان مفيش حاجه في الدنيا تساوي حبك لمصر، ولازم كمان تعرف ان ما كانش في حكايه ما كانش ليها اصل.